قديس عظيم من بلد كانوا بياكلوا لحم البشر، لكنهم أمنوا على إيد القديس متياس الرسول. وكان والد ووالدة القديس مش بيؤمنوا بالمسيح، لكنهم قبلوا الإيمان بالمسيح هما كمان وابنهم خريستوفوس على إيد القديس متياس الرسول، اللي اتربى تربية مسيحية وكان مؤمن جدا بربنا يسوع المسيح إنه خالق الكل. بس القديس كان شكله وحش جدا، ملامحه صعبة، وكان جسمه ضخم جدا والناس كانت بتخاف منه، لكن قلبه كان وديع ونقي وكان رقيق جدا في تعامله مع الناس. برغم ان هم كانوا بيخافوا منه لكن هو كان رقيق جدا. وجه الملك الوثني داكيوس كان بيضطهد المسيحيين في الوقت ده، فجنوده أسروا القديس، ففرح جدا القديس وطلب من ربنا في الوقت ده انه يسمح له بانه يفهم لغة الجنود دول، لان هما كانوا بيتكلموا لغة غريبة غير اللغة بتاعتهم عشان يقدر يتكلم معاهم. وفعلا ربنا اداله موهبة ان هو يقدر يتكلم باللغة بتاعتهم ويتفاهم معاهم. ولما لقى الجنود بيضطهدوا المسيحيين وبيعذبوهم وبخهم بشدة وقعد يزعق لهم، فقائد العسكر راح ضربه. فالقديس قال له: لولا وصية المسيح اللي بتمنعني من الانتقام ما كنتش انت ولا عساكرك قدرتوا تقفوا قدامي. راح القائد للامبراطور وحكى له على كل اللي حصل من الراجل ده، وقال له ان جسمه جبار قوته رهيبة، نعمل معاه ايه؟ فراح الامبراطور بعت له 200 جندي عشان يجيبوه للقسطنطينية في المكان اللي فيه الملك والحاشية بتوعه. فقديسنا خريستوفوس راح معاهم بكل وداعة من غير ما يقاومهم ولا يعمل لهم اي حاجة. وهم في الطريق حصل ان الخبز بتاعهم خلص منهم، فراح القديس خريستوفوس صلى لربنا يسوع ان هو يبارك في الخبز القليل اللي معاهم، وفعلا ده حصل وربنا بارك في الخبز القليل وبقى كتير، فآمن الجنود كلهم. ولما وصلوا لأنطاكيا اتعمدوا على ايد الأنبا بولا بطريرك أنطاكيا. فالملك عرف باللي حصل وراح أمر بان هم يقطعوا رؤوسهم كلهم نالوا إكليل الشهادة. ولما الملك شاف خريستوفوس وقد ايه هو ضخم وشكله يرعب خاف، فاتكلم معاه بكل لطافة وبهدوء وقعد يوعده بأشياء كتيرة جدا. كل ده ممكن يحصل لك لو انت سجدت للأوثان. لكن القديس رفض تماما كل المغريات اللي قالها له وصمم وقال له: انا بعبد المسيح الاله الحي ومش هسجد للأوثان بتوعك. فالملك احتار معرفش يعمل ايه، فراح فكر ان هو يوقع القديس في الخطية، فراح بعت له بنات كتيرة جدا عشان يحاولوا يوقعوه في خطية عدم الطهارة. لكن كل البنات دي لما اتكلم معاهم القديس امنوا بالمسيح. والملك لما عرف قطع رؤوسهم كلهم بعد ما عرف ان هم اعترفوا بالمسيح. حاول بعد كده الملك ان هو يعذب القديس بطرق كتيرة جدا. بدأ معاه ان هو حطه في طبق كبير جدا وحط تحتيه نار عظيمة، لكن ما حصلوش اي حاجة، بالعكس ده كان وهو وسط النار كان بيوعظ الناس وناس كتيرة امنت بالمسيح وطبعا نالوا اكليل الشهادة. بعد كده فكر يعذبه ازاي تاني. راح علق في رقبة القديس حجر كبير جدا وراح رماه في بير عميق فارغ مفيهوش اي حاجة. فجه ملاك الرب وانقذه ورفعه من البير. فلما زهق الملك منه ومبقاش عارف يعمل معاه ايه راح امر بقتله بحد السيف. فتقدم القديس خريستوفوس للسياف بمنتهى الهدوء وقطع راسه، ونال القديس اكليل الشهادة والفرح الدايم مع المسيح. بركة صلاة القديس خريستوفوس تكون معانا كلنا امين. لو اخدت بركة اعمل شير للناس خليهم يعرفوا سيرة القديس وتابع صفحتي.